حالة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يتعامل مع أبيه المشرك. شوفوا يقول إيه؟ قال إبراهيم لأبيه، شوفوا يقول يا أبتي كما لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان منك. قال أراغب أنت في الرد على في قوة وقسوة ذلك، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك عن أقتلنك واهجرني مليا. رد النبي عليه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو خلق الأنبياء وخلق أتباع الأنبياء وخلق أتباع الأنبياء. كنا في الركوع نسبح الله العظيم نعظم الرب سبحانه وتعالى، نرفع من الركوع نرفع به عن سمع الله لمن حمده. أنا برفع إلي 4 حالات في الصلاة اليوم. الحالات 4 مين يقول لي الحالات 4 نرفع عليها في الصلاة اليوم؟ نرفع عليها عن التكبير. نقول كده لما يذكر وبعد الركعة الثانية من قيام الركعة الثانية من الشهر قبل في صحتات ويبدأ مش حاجة ليا طيب رفعنا من الركوع سمع الله لمن حمده. سمعت كلكم الحالات ال4 نرفع فيهم هنا. عند تكبيرة الإحرام بنرفع ايدينا، عند الركوع بنرفع ايدينا الله أكبر ونرفع ايدينا، وسمع الله لمن حمده نرفع ايدينا. دي ثالث مرة. المرة الرابعة لما نقوم من التشهد، لما نقوم من التشهد الوسط نقول الله أكبر ونرفع ايدينا. دي الحالات ال4 نرفع ايدينا في الصلاة. طب قلنا سمع الله لمن حمده نقول ايه الإجابة؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا كل ده في الركوع. تعالى كده صلي كده وارفع من الركوع واعمل كده وافهم انت بتقول افهم الدعوه انت بتقوله. سؤال لذيذ جدا جميل يا جماعه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا معايا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. من أهل الثناء والمجد؟ الله. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعد كده نسجد وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وبعد كده ندعو ايه؟ اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد كده الله أكبر ونقعد من ركعتين وندعو ربنا سبحانه وتعالى وليه اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني. قولوا واحدة واحدة كده. اللهم كده اللهم
خلاص التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم. لو لقيت نفسك هتكسر تقول الدعاء ده ذكر نفسك قول لها يا نفسي هل أمنت عذاب القبر؟ يا نفسي هل أمنت عذاب جهنم؟ يا نفسي هل أمنت فتنة المحيا والممات؟ يا نفسي هل أمنت فتنة المسيح الدجال؟ يا نفسي هل أمنت فتنة المأسم والمغرم؟ قول لي الكلام ده لنفسك فتتذكر نفسك بكده وتلاقي نفسك ايه؟ لو قلت اخر تشهد منك حديث المجيد وهتنسى تقول الدعاء ده نفسك ايه؟ الدعاء ده ما ينفعش ما اقولوش. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه يعني ايه محيا والممات؟ يعني الحياه والموت. في فتن في الحياه وفي فتن عند الموت من فتنه المحيا والممات